السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناه وصفات طبخ مع رشيده. تنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم فيديو جديد غادي نصاوب معكم هاد المملحات اللي مورقين بالعجين المورق اللي حضرت معكم في الفيديو السابق. هنايا غادي نحضروا بواحد الطريقه جد سهله بواحد الحشوه لذيذه بزاف. بقاو مع الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا وصفوا الطريقه. وما تنساوش تضغطوا على زر اشتراك ولايك الى عجبتكم الوصفه، وكذلك الا كنت اول مره تتفرج في الفيديو. بسم الله على بركه الله. هنايا غادي ناخذ واحد المقله اللي غادي نحطوا فيها هنايا البصله. انا درت واحد البورو وبصله خضاريه وحده وحده. درت واحد طريف ديال الزبده، شحرتهم مزيان. هنايا ضفت واحد 100 غرام ديال الكفته، وغادي نضيف التوابل، شويه ديال البزار، شويه ديال هنايا العطريه ديال الكفته، وشويه ديال الملح وثوم بودره. وهنايا عندي هاد الاعشاب المنسمه، الا كانوا ولا ما كانوش متوفرين ديروا شويه ديال الزعتره اولا الزعتر وشويه ديال اليازير. صافي هنايا بعد ما تشحروا لنا المكونات كاملين، هنايا غادي نضيف البيض. انا هنا عندي البيض ديال بيبي، غادي نضيف جوج بيضات وصافي. غادي نشحروا هاد المكونات مزيان حتى نحسوا بالبيض صافي طاب. من بعد غادي نديروا هنا واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، غادي نضيفوه في الاخير باش تبقى لنا النسمه ديالو، وشويه ديال الفرماج احمر بعد ما غادي نطفي عليه. الا كان متوفر، لما كانش متوفر ديروا واحد جوج قطع من الفرماج مثلث حتى هو تيجي معلك لينا هاد الحشوه هادي. صافي هنايا بعد ما طيبتها غادي نخليها جانبا تبرد. هذا العجين المورق اللي حضرت معكم في الفيديو اللي فات. هنايا راه هذا العجين هذا راه تيصدق من اول تجربه. جربوا على حسابي، غادي ينجح معكم وغادي يعجبكم بزاف المالح والحلو. صافي هنايا بعد ما خرجتها هنايا غادي نحيدها من بلاستيك غذائي، غادي نرش فوق سطح العمل بالنشا اولا بالدقيق. صافي غادي نورقوها مزيان. صافي نخليو واحد تقريبا على هذا الشكل هذا، ما نخليوهاش غليظه بزاف وما نرقوهاش بزاف. صافي هنايا خديت هذا الاطار هذا المربع، تنبدا نقطع هاد العجين هذا بهذا المربع هذا، اولا الا ما كانش متوفر عندكم ديروا عيب السكين. حسبوا تقريبا ديروا غير 4 ديال الصباع الا ما عندكمش المسطره. صافي قطعوا بسكين. صافي هنايا غادي نستمر بنفس الكيفيه. هنايا راه ما تنجمعوش العجين عشوائيه بحال جمعناها بحال بنا نجمعوا العجينه عاديه. هنايا خاصنا نديروا طبقات، طبقه على طبقه. دابا نوريكم العجين كيفاش داير باش ما يتهرسوش لنا دوك طبقات ديال الفيطاج اللي كنا درنا. ها نبداو نطويو العجين اللي تبقى لينا على هذا الشكل حتى نسرحوه عاوتاني لسالينا هذا العجين هذا. صافي هنايا غادي ناخذوا شويه ديال الماء تنبداو ندهنوا الجوانب باش نلصقوه. انا هنا تندهنه بالاصبع. صافي هنايا غادي ندهن هاد مربعات كاملين. غادي نبدا ندير الحشوه في الوسط، نتوما تتحكموا في القياس اللي بغيتوهم كبار اولا بغيتوهم صغار. انا هنا درتهم شويه صغار. صافي تنبدا نعمر هاد المربعات هادو بهاد الحشوه هادي، راه تتجي معلكه وتتجي بنينه بزاف. الا درتو كاع الفرماج العادي راه تيجي من الاحسن. صافي تنبدا هكا نطوي حتى تعطينا هذا الشكل هذا ديال المثلث. تنضغطوا في الجوانب من الاصابع. راه داك الماء اللي درنا راه هو اللي غادي يخلي لنا هاد الحشوه هادي ما تخرج لناش. صافي تنبداو نضغطوا مزيان
تنحطوهم جانبا بما ما نساليو هاد المربعات كاملين. هنا ممكن ديروا الحشوه اللي تتفضلوها، تستعملوها في هاد المملحات هادو، والشكل اللي بغيتو ديروه راه تيجي هاد العجين ناجح وتيتورق معكم، تيجيو دوك الطبقات ديال مفروقين وتيجيو غزالين بزاف. هنايا صافي بعد ما كملتهم كاملين تناخذ هنا الراس ديال الموس، تنبداو هنايا نشكلو على هاد الشكل هذا، تنضغطو في نفس الوقت تنبداو نشكلو هاد السكين هذا، هاد الخطوط هادو تيجي الشكل ديالهم زوين وساهلين. صافي غادي نستمر بنفس الكيفيه، غادي نديرهم في لاطه ديال الفرن، غادي ندهنوا الوجه ديالهم باصفر بيضه مع شويه ديال الخل. نحاولوا اننا ما نوصلوش البيض دوك الاطراف، هاد الاطراف هادو اللي تنضغط عليهم بالسكين، باش هذا الفيوتاج يبان لينا، يتحل لنا داك الفيوتاج اللي درناه. صافي هنايا بعد ما ساليت غادي نديرهم في لاطه. صافي هذا العجين اللي تبقى ليا هنا راه قطعته عيب بالسكين. صافي غادي نستمر بنفس الكيفيه، غادي ندخلهم الفران اللي غيكون سخون من قبل، غادي نشعل عليهم من الفوق ومن التحت على درجه تكون عاليه، غادي نشعلوا عليهم من التحت تكون درجه تكون عاليه ومن الفوق تكون درجه منخفضه باش ما يتحمروش لنا دغيا وما يطيبوش من الداخل. خاصنا نشعلوا عليهم مزيان باش ديك الزبده تعطي الطورق ديالها. ومن بعد فاش نشوفوهم صافي تنفخوا غادي ننزلوا الدرجه تكون منخفضه بزاف باش يطيبوا لنا من الداخل ويجيونا مقرمشين. المهم تبعوا هاد الخطوات هادو اللي قلت لكم، وغادي ينجحوا معكم هاد المملحات هادو. هنا كيف ما قلت لكم غادي ندهنوا الواجهه ديالهم بلا ما نوصلوا داك اصفر البيض الحواف. صافي غادي نستمر بنفس الكيفيه وندخلهم الفران. نسيت ما قلت لكمش بلا راه الوصفه ديال العجين المورق غادي نحطها لكم في صندوق الوصف اللي تيكون تحت من العنوان. غادي تشوفوا، غادي تمشيو للفيديو غادي تشوفوا الطريقه ديال العجين المورق، راه ساهل وغادي ينجح معكم من اول تجربه. هنا الا بغيتو تزينوهم بهذه الطريقه هذه بسكين اولا برازوار باش يجي الشكل ديالهم زوين اللي يطيبوا. هذا هو الشكل ديال المملحات ديالنا بعد ما طابوا. تنزينهم هنا بشويه ديال الفرماج احمر وشويه ديال الخشخاش. هنا تنقدموهم بالصحه والراحه، وتنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. وشوفوا داك الطرق كتيبان، الكاميرا ما عطياش الحق ديالهم في التصوير. تنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، جربوهم بعينيكم مغمضين، سمعوا القرمشه ديال هاد المورقات هادو، تيجيو غزالين بزاف. جربوهم وما غاديش تندموا عليهم. وما تنساونيش بلي لايك وتوصلوا الفيديو لعدد اكبر من لايكات. شكرا لكم على الدعم والتشجيع وعلى المشاهدة، وألقاكم فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.